السلام عليكم. في التقرير هذا راح أتكلم عن الإنتاج في الأغنام النجدية، وأحاول أجاوب على عدة استفسارات. هل الإنتاج في الغنم النجدية مثل الإنتاج في باقي الأغنام؟ هل ممكن تحقيق دورة إنتاجية قصيرة في الغنم النجدية؟ طبعا التقرير راح يكون فيه متابعة لنعجة نجدية لمدة 14 شهر من أول إنتاج إلى آخر إنتاج. ففي 14 شهر ما شاء الله تبارك الله النعجة النجدية هذه من أفضل الضان المنتجة في مراحي، حققت دورة إنتاجية قصيرة في كل مرة، وأنتجت في 14 شهر 3 مرات، ونسبة المتاومة ما شاء الله تبارك الله عندها 100%. راح أتابع مراحل إنتاجها ونشوف كم وصل عددها خلال 14 شهر. كل مراحل الإنتاج راح تكون موثقة بالتاريخ الهجري والميلادي. النعجة النجدية هذه شريتها ب14/2/1444، وكان معها توم وحليبها طيب، فقررت أني أتركها في مراحي. وما شاء الله تبارك الله بعد 9 شهور من شراء النعجة أنتجت أول إنتاج عندي، وجابت 3 رخلين وخروف. وما شاء الله تبارك الله بعد 6 شهور ونصف حققت دورة إنتاجية قصيرة، وأنتجت الإنتاج الثاني في مراحي، جابت خروف ورخل. وبعد 7 شهور من الإنتاج الثاني أنتجت الإنتاج الثالث في مراحي، وجابت خروفين. فما شاء الله خلال 14 شهر أنتجت 3 مرات. بالنسبة لإنتاج النعجة عندي، إنتاجها الأول كان رخلين وخروف، رخال مسكتهم في مراحي، والخروف مات بعمر 2 شهر، أحسن الله يعوضنا. الرخال كلهن أنتجن بعمر 1 سنة. وحدة ولدت ولادها مبكرة وجابت خروف ومات، أحسن الله يعوضنا. والثانية ولدت وجابت خروف، وهذا تاريخ ولادتها ب5/11/1445، يوم جاء عمرها 1 سنة بالضبط. وما شاء الله تبارك الله ولدها طيب وموجود معها للآن، وهذا تصوير لولدها ويوم عمر 2 شهر. الإنتاج الثاني كان خروف ورخل. الخروف بعته بعمر 7 شهور، والرخل ضفتها لمراح، وما شاء الله تبارك الله صارت النعجة معها 3 رخال منتجة. يعني في الدورة الإنتاجية القادمة تصير النعجة وبناتها ال3 كلهن إن شاء الله منتجات. وإنتاج النعجة الثالث عندي كان خروفين، وهذا ما شاء الله تبارك الله تصوير لهم بعمر تقريبا 25 يوم. وبكذا تكون النعجة عندي أنتجت 3 مرات، وجابت 7 من البهم، 1 مات و1 بعته، وباقي موجود معها الحين 3 رخال وخروفين. وبناتها أنتج مرة واحدة، جابن خروفين، 1 مات و1 باقي، فيصير مجموع إنتاج النعجة وبناتها خلال سنة 9 روس، وهي ال10. 9 روس إذا حسبنا النفوق 2، واللي بعته 1، وموجود معها حاليا هالحين عدد 6، 3 رخال و3 خرفان. ما شاء الله تبارك الله. وهذا ما هو ادعاء ان كل الغنم النجدية عندي تنتج وتحقق دورة إنتاجية قصيرة. عندي النعجة النجدية هذه مثلا آخر إنتاج لها كان قبل سنة، والحين مضرع. فليش تأخرت؟ كان عندها مشاكل بالرحم وصديد، فاستمريت وقت طويل أعالجها، والحمد لله الحين مضرع، وبناتها وحدها أنتجت بخروف وعمرها 1 سنة بالضبط، والثانية مضرع، فتحتاج وقت، أحيانا تحتاج وقت للعلاج، إذا ما عالجتها راح تبيعها حائل بالنهاية. أي معلومات إضافية تحتاجونها عن تربية الأغنام موجودة في قناتي في التيك توك. إن شاء الله أني حاولت أغطي على أغلب المواضيع، وأيضا في موقع تربية الأغنام. أسأل الله لي ولكم البركة والتوفيق.